السلام عليكم متابعين الحلوين في كل مكان، وحشني كتير. احنا النهاردة هنعمل وصفة جميلة وأكلة تحفة كل الناس بتحبها خاصة المصريين، الكشري المشكل. بس احنا النهاردة هنعمله في حلة واحدة، يعني مش هنوسخ حلال ومش هناخد وقت كبير بصراحة. جميل جدا والنتيجة بتاعته أكتر من رائعة. لو جربتوه هتغيروا للطريقة التانية وتعملوا الطريقة دي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا عندي كوبايتين من العدس اللي هو عدس الكشري ابو جبة، او بنقول عليه العدس البني. نضفتهم وغسلتهم ونقعتهم في مية. لو في الصيف هحطهم في التلاجة عشان ما يربيش رغوة بيضاء. في الشتاء هسيبهم على الرخامة عادي، مفيش مشكلة. بعدين كده الصبح بقى لما اجي اعمل الاكل هجيب حلة واحط فيها زيت. انا بحب اغطي القاع بتاع الحلة بالزيت لان هو ده الزيت الوحيد اللي انا هستخدمه، وهستخدم فيه كذا حاجة، فعشان كده بتوصى بيه. عندي كوبايتين بقى من الشعرية، اي نوع شعرية انتوا بتستخدموها. وبعدين بفضل اقلب فيهم لحد ما يبقى لونهم ذهبي، ما هوصلهمش للون البني عشان ما يبقاش فيهم طعم الحرق كده. فكده لونهم تمام. عندي برضو كوبايتين رز مصري غسلاهم ومصفيهم من المية. هفضل اقلبهم مع الشعرية حوالي كام تقليبة كده لحد ما الرز يتشمع، عشان لما الرز بيتشمع بيكون مفلفل مش بيعجن، سواء في الكشري او الرز العادي. هفضل اقلب فيه لحد ما الرز ياخد اللمعة كلها ويبقى بيلمع كده، بيبقى اتشمع وتمام. خلاص كده اتشمع وبقى بيلمع كل الرز. هنزل بقى بالعدس، كنت شطفته تاني وصفيته، هنزل بيه كده. مش بيحتاج ان هو بيتسلق لوحده، لا احنا بنقول ان هي حلة الاكلة الواحدة. هقلبه تقلبتين تلاتة عشان هو كمان يتشمع من المادة الدهنية. تمام كده. هنضيف بقى المكرونة الصغيرة. عندي ده برضو كمان كوبايتين من المكرونة الصغيرة. هقلبهم كمان هم مع الشعرية والرز والعدس، لان كل الحاجات دي لما بتتشمع بالزيت مش بتعجن. هتشوفوا في الاخر هيبقى جميل ازاي. عندي هنا كمان المكرونة الاسباجيتي. المكرونة هنا انا بقطعها 3 على 3 مش 2 بس، او مش بسيبها سليمة. بفضل اقلب فيها كده هي كمان عشان تتوزع كويس مع باقي المكونات، وكمان تتشمع من الزيت عشان ما تعجنش. هي بتاخد مني مجهود شوية بس بتتوزع كويس. وبعدين هحط واحدة ماجي لان كل المكونات بتاعة الكشري التانية هي هتبقى في حلة واحدة. وحطيت فلفل اسود معلقة صغيرة، والملح طبعا بظبطه على حسب الرغبة. وكمان هحط كمون. خلاص كده حطينا كل البهارات اللي احنا بنستخدمها، اللي هي الملح فلفل اسود كمون واحدة ماجي. الماجي اختياري بس بيخلي طعمها في حتة تانية. وعندي مية سخنة بحطها بغطي بيها الكشري كأني بعمل الرز العادي اللي احنا بنغطيه زيادة عن مستوى الرز بعقلة صباع واحدة. لسه هزود له مية تانية كده. تمام. هقلبه وهغطيه واسيبه لحد ما يتشرب. جنبه بقى هنعمل دقة الخل والثوم. عندي حلة او كزرونة او اي حاجة اللي انتوا بتستخدموها، بحط فيها كوباية مية ونص كوباية خل. الخل بيبقى نص حجم المية، يعني كده هي عايزين كوبايتين مية يبقى كوباية خل. وبعدين بحط عليها معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كمون، وكمان هحط الملح حسب الرغبة، وهحط توم واقلبهم مع بعض، وهسيبهم يغلوا مع بعض 10 دقايق.
كده ظبطنا الملح. التوم مهروس عادي، بقلبهم مع بعض واسيبهم يغلوا 10 دقايق وهقفل عليهم وهتكون تمام، عشان دي بنقدمها الدقة دي بتكون باردة مش بتكون سخنة. بعدين بقى عندي حلة تانية هحط فيها شوية زيت، حوالي 4 معالق زيت، وهجيب معلقة كبيرة توم مهروس وهقلبها كويس لحد ما يبقى لونها ذهبي. شايفين اللون جميل ازاي كده؟ هنزل عليها ده نص كيلو طماطم انا ضرباه في الخلاط، بس لونها فاتح فعشان كده هزود لها صلصة، انما لو الطماطم عندكم حمرا فالصلصة ملهاش لازمة. صلصة الكشري دي انا بحط لها كمون معلقة صغيرة مليانة، وهظبط الملح على حسب الرغبة كمان. الملح هنا بحط نص معلقة ملح، بس نص معلقة كبيرة كده. اعرف ازاي ان التسبيكة دي بقت كويسة؟ خلاص لما تعمل الشكل ده من فوق اطفي عليها، ونرجع نشوف الرز الجميل بتاعنا الكشري اللي هو في حلة واحدة، الرائع الجميل اللي وفر لنا مجهود وحلل كتير ووقت. شايفين مفلفل ازاي؟ مفهوش اي حاجة معجنة وكله مستوي. لون المكرونة ده عشان العدس، ونقدمه في الطبق بالطريقة اللي تعجبنا. انا عندي كان بصل محمرة وعندي حمص مسلوق. نقدم الكشري مع الدقة والصلصة وليمون. بجد النتيجة رهيبة، جربوه على طريقتي وقولولي ايه رأيكم. مش هترجعوا للكشري اللي بنستخدم له حلل كتيرة واللي بياخد مننا نص يوم في عمايله. لا، هنعتمد الطريقة الحلة الواحدة، كشري الحلة الواحدة ده بجد النتيجة بتاعته ممتازة. جربوه وقولولي ايه رأيكم، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات لو جربتوه والطريقة عجبتكم ولا ما عجبتكمش. وبجد انا بشكركم على الكومنتات الجميلة والدعم، وان شاء الله القناة تكبر بيكم، وشكرا ليكم.